سيد وائل، سيد سليمان جودة يتحدث على أن العرض الترويجي أو البرومو للفيلم يعني يوصل رسالة سلبية وصلت لكل المصريين من وجهة نظره الذي تحدث إليهم. هل وصلت لك هذه الرسالة أنت أيضا من خلال مشاهدتك للبرومو؟ لا، لم تصل لي لا هذه الرسالة ولا غيرها، وأنا يعني أندهش من الزميل سليمان جودة. وبالمناسبة سليمان جودة احنا بدأنا أنا وهو محررين ثقافيين، يعني أنا كنت محرر ثقافي في روزا اليوسف وهو في الوفد، ونعلم جيدا أنه لكي تقيم كتاب أو شريط سينمائي أو أي عمل إبداعي لابد أن تدخل داخله، يعني لابد أن تقرأه. يعني وفكرة أن أنا الناس قالوا لي على القهوة والكلام ده يعني لا يجوز في تقييم عمل. في النهاية أنت بتتكلم بصدد منتج فني، سواء عمل تلفزيوني أو درامي أو تسجيلي أو وثائقي أو كل ذلك. وأنا أتوقع يعني أن هؤلاء الذين أقاموا الدنيا ولم يقعدوها حتى هذه اللحظة، اللي هم مجموعة الوطنية الرخيصة، حقيقة الأمر هؤلاء تجار الوطنية الرخيصة في مصر الذين يعني يصرخون منذ أسبوع أو منذ 3 أيام على هذا العدوان وهذا سيتوارون خجلا بعد عرض الفيلم. وحضرتك كما ذكرت أنا أيضا يعني استقيت بعض المعلومات البسيطة عن محتوى الفيلم، ويعني أستطيع أن أقول أنه يعني سيكون هناك مفاجأة حقيقية، من حيث أن هذا الفيلم لا يهين الجندية المصرية ولا يمس المؤسسة العسكرية المصرية ولا يجرح شرف العسكرية أو الجندية أو كل هذا الهراء الذي تسمعه من المجموعة التي تتعايش أو ترتزق على فكرة المؤامرة الكونية على مصر والأساطيل الأجنبية ومصر لن تركع. هؤلاء الذين مثلا شنوا، يعني أنا أتذكر لما أقيمت الدنيا على أن راقصة روسية رقصت بالعلم المصري، واعتبروا أن هذا الاعتداء على الشرف، ثم كرمت فيما بعد وتعيش في مصر في الواقع. هذا الإهانة للعلم المصري، لم يروا أن هذا العلم أهين عندما كان يرقص به جنود بشكل مبتذل في الشوارع والميادين في سهرات 30 يونيو والتفويض وما بعدها. لم يعتبروا كل ذلك إهانة للجندي أو لدور الجندي، ولم يعتبر أحد أنه إهانة للجندية والعسكرية المصرية أن يذهب فنانات وراقصات وفنانون وراقصون وكل ذلك إلى لكي يحضروا مع وزير الدفاع يعني تمهيدا للانقلاب، تفتيش حرب للقوات المسلحة. طيب أستاذ سليمان، قال أيضا أن هناك حساسية من أن يعني يأتي الفيلم عن طريق قناة في دولة عربية أخرى، هذا يمثل حساسية لدى الشعب المصري، خصوصا لو كان الحديث بشكل أو بآخر عن المؤسسة العسكرية. ده كان ردا على أن فيلم الBBC لم يثر مثل هذه الضجة. صحيح، يعني هنا يعني هذه الازدواجية وهذا الكيل بمكيالين دائما. يعني هو المسألة في نهاية المطاف النظام المصري يريد استهداف قطر. يعني الجزيرة فضائية عربية دولية عالمية بتبث من الأراضي القطرية، وبالتالي يعني لم تقل أنها لسان حال النظام القطري أو الحكومة القطرية. كما عبد الفتاح السيسي مثلا كان عندما يسأل عن هذه شلالات البذاء المتدفقة من أكثر من 70 برنامج فضائي وتوكشو ضد القطريين، كان يقول أن هؤلاء الإعلام لدينا حر ولا يعبر عن الموقف. يعني ذكرها كثيرا كلما يعني ارتفع منسوب البذاءة ومنسوب الفحش في القول الذي يستهدف الحكومة القطرية وأمير قطر وعائلته وكل ذلك، كان دائما يقول أنه لدينا إعلام حر ولا يعبر عنا بالأساس. يعني أنا أندهش كثيرا أنه فكرة أن مجرد شبع برومو فيلم لم يشاهده أحد، وأنا كما قلت لك سيكون يعني مفاجئا يعني في احترامه للجندية وللعسكرية، لا تقوم القيامة. بينما في فيلم يعني الفيلم الذي عرضته الBBC وهو عمل جيد بالمناسبة كتوثيق هو أخطر بكثير من حيث أن الموت في الخدمة قصة امتهان
الإنسان المصري وانتهاك آدمية العسكري المصري لصالح الأعلى منه. يعني هذا كان يستوجب بالفعل أنه يبقى في نقاش مع البي بي سي، مع الإذاعة البريطانية، ومع ذلك لم يقل أحد أن هذا عدوان صارخ من الحكومة البريطانية على الجيش المصري أو انتهاك، أو رأينا عبد الفتاح السيسي ابقى معي عفوا، ابقى معي سأعود إليك. لكن سيد سؤالي الأخير لك أستاذ وائل فيما يخص الدراما المصرية، البريء والإرهاب والكباب وغيرها. الحقيقة أفلام كثيرة انتقدت سواء المؤسسة العسكرية أو الأمن المركزي التابع للداخلية واستحسنها الناس، وحتى كما قيل بعد ذلك تم تلافي بعض هذه السلبيات. ما المشكل؟ يعني ما الفرق بين هذا وبين ما ستعرضه مثلا الجزيرة اليوم؟ لا يوجد فرق، بس خليني أوضح أنه الأمن المركزي ليس قطاعا تابعا للشرطة تماما. يعني جند الأمن المركزي بيذهب مثل أي خريج آخر إلى منطقة التجنيد، ويعني بيتم تصنيفه إما أن يذهب إلى وحدات عسكرية أو إلى الأمن المركزي. في النهاية هو مجند، والأمن المركزي يختلف عن القوات البوليس النظامية في الواقع. القصة أستاذ أحمد أنه النظام يعلم، نظام عبد الفتاح السيسي يعلم جيدا أن ما ستعرضه الجزيرة ليس خطيرا وليس مؤذيا للعسكرية، ولكن هذا النظام في موقف دولي وإقليمي شبه عار الآن لا يحسد عليه. هو عار فيما يخص المسألة السورية، وكل يوم بيصدر تكذيبا ونفيا لحكاية تورطه في القتال ضد الشعب السوري مع قوات بشار الأسد. هو لديه مشكلة مع المملكة العربية السعودية في من ناحية أخرى، هو لديه مشكلة في حكاية إطفاء حرائق إسرائيل، وبالتالي هو يبحث عن معركة وهمية يختبئ في دخانها ويهرب من استحقاقات حقيقية، بينما هو مدرك أن لا هذا الفيلم ولا 100 فيلم يعني ستهز دولة. أسف منك يا أستاذ وائل، لكن للأسف انتهى وقت هذا الجزء من هذا النقاش. أشكرك شكرا جزيلا ضيفي عبر الأقمار الاصطناعية من لندن السيد وائل قنديل الكاتب الصحفي.